مرحبا، كيفكم؟ يعطيكم العافية. وصفتنا لهاليوم وصفة جدا سهلة وجدا شهية، وهي طريقة مكرونة الفوتوشيني. تابعونا لآخر الفيديو لتتعرفوا على عمل الوصفة. في البداية هون طبعا بدنا نجهز سلق المعكرونة، وطبعا أنا تركت هون المية تغلى وبدي أنزل اللي هي المعكرونة الخاصة بالفوتوشيني. طبعا في عندكم أشكال من المعكرونة، ولكن أنا حبيت أستخدم هاي المعكرونة. طبعا أول شي بس تسخن المي حطيت معلقة كبيرة من الملح، بالإضافة إلى هون الزيت النباتي، ورح أتركها تغلى 3/4 الاستواء حتى تتكمل عنا بالطبخ وإحنا حاطينها بالكريمة. طبعا هيك بعد ما صارت عنا استوت احنا شلناها وصفيناها كتير منيح من المي. بالنسبة لهلأ لصدورة الدجاج نزلت هون الزيت النباتي، واستخدمت هون بما يعادل أقل من الكيلو من صدورة الدجاج. قطعتهم لمكعبات كتير صغيرة، وطبعا أول شي غسلتهم كتير منيح وصفيتهم كتير منيح من المي. طبعا لما نزلتهم هون على الزيت النباتي حطيت معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وراح أستمر هون بالتقليب لحتى أتخلص من كل السوائل الخاصة بصدورة الدجاج. وراح أستمر هون صبايا بالتقليب المستمر عفوا. وبلشت هيك طبعا حطيت هون شوي من الملح، وبس انه هون عنا عفوا صارت شوي مائلة للون الأشقر الذهبي. نزلت بنفس الزيت النباتي 50 جرام من الزبدة، وراح أحركها هون مع الزيت النباتي اللي حمرنا فيه أو طبخنا فيه صدورة الدجاج. وطبعا أنا هون استخدمت أو راح أنزل عليهم بصلة كبيرة مفرومة لمكعبات صغيرة، وراح استمر عندي هون عفوا بالتقليب. وأول ما يتدبل عنا البصل كتير منيح راح أنزل عندي معلقة من الثوم المهروس، معلقة صغيرة طبعا من الثوم المهروس، وراح أستمر عندي هون بالتقليب. أنا هون استخدمت صبايا الفطر المعلبات لأنه ما كان متوفر عندي الفطر الفريش، ولكن الوصفة هاي الفطر الفريش فيها نكهة بتعطي أطيب لما يكون عنا الفريش. راح أستمر هون عندي برضو بالتقليب، وراح أنزل شوي من الملح لحتى أعدل الملح، وشوي من الفلفل الأسود، وراح أحركهم هون. كل خطوة بخطوتها عنا بدنا نحرك. راح أستمر هون بالتحريك. وهلأ هون راح أنزل عليهم الكريمة السائلة، كريمة الطبخ. راح أستخدم هون 3 كاسات من الكريمة، بالإضافة إلى كوب من الحليب السائل. وهون صبايا راح أحركهم لحد ما يغلى عنا كتير منيح، وراح أنزل عليهم شوي من الفلفل الأسود. طبعا صبايا انتوا بتشوفوا انه انا كل مرحلة بنزل الفلفل الأسود حتى اني أعدل البهارات. وحطيت عندي معلقة كبيرة من الأوريغانو، وراح أستمر عندي هون بالتقليب. وأول ما عنا يتكثف أو يجمد عندي شوي الخليط، وبعد ما يغلى راح أنزل عليهم القطع صدورة الدجاج، وراح أتركهم هون يغلوا مع بعض. وبعد هيك بدي أنزل عندهم المعكرونة، ومثل ما انتم شايفين رح أضلني أحرك من تحت لفوق ومن فوق لتحت. طبعا الوصفة هاي أساسها جبنة البرميزان، ولكن أنا حبيت أستخدم هون جبنة الموتزاريلا. الموتزاريلا جبنة كتير رائعة بوصفة الفوتوشيني. ورح أستمر عندي هون بالتقليب. ما شاء الله صبايا هون النكهة ولا أطيب. في حال إذا حسيتوا إنه عندكم المعكرونة كتير شادة، فيكو تحلوها بكوب من الماء الساخن لحتى شوي تحسوا انه هي فيها مرقة، يعني ما تكون كتير جامدة. طبعا البقدونس كتير مهم هون في الوصفة، بيعطي نكهة جدا مميزة. ومثل ما انتم شايفين هيك رح أقلب وأستمر بالتقليب، وأخليها على النار لمدة 5 دقايق وأطفي عليها. وهيك صارت وصفتنا جاهزة لهاليوم صبايا. بتمنى إذا الوصفة عجبتكم والفيديو أعجبكم لا تنسوا الاشتراك بقناتي والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وصحتين وألف عافية
على قلوبكم، وشكرا لحسن المتابعة.